مساء الخير يا جماعة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الحاجات اللي بتخلي الراجل يكره المرأة. يعني إيه؟ في حاجات تخلي الراجل يقفل من المرأة ويكرهها. إيه هي؟ إذا عرف السبب بطل العجب. يا رجاء تخلوا يعني ترفعوا لي القناة ل100,000، علشان إيه؟ بقالها داخلة على سنتين، وأقل واجب إن أنا بقدم محتوى جيد تدعموني. أوكي؟ إيه الحاجات اللي بتخلي الراجل يكره، والراجل ممكن يكره المرأة وممكن يكرهها عمى كمان. اول حاجه، اما تيجي ناحيه اهله، يعني ايه؟ امك، اختك، الحاجات دي. اوكي؟ الكلام على الاهل بالسلب، على اهله بالسلب. اولا امه مش هيربيها، اوكي، واخته مش هيأدبها، لا ليها اهل يأدبوها. طيب، هناخد قاعده عامه ان ام الزوج واخت الزوج ما بيحبوش مرات الابن لله في لله، وهي تبعيات تصرفاتهم ايه؟ هيبقى رد فعل. والام بتغير من مرات ابنها ايه علشان خدت ابنها، وايه، والمرات الابن بتغير من حماتها علشان اكلها حلو، وايه، وطريقه ولسانها حلو، وايه، والواد بيحبها. خلاص؟ إيه؟ ادي اول حاجه. تاني حاجه، الايه، الراجل لما بيلاقي اهل الست لتاتين وعجانين وبيحبوا يتكلموا كتير، عادتهم فقر بين قوسين، ناس ايه، دو 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 دو، اي كلام في اي كلام، وقاعده ايه، قرف. اوكي؟ يعني الانسان بيحب القعده الحلوه. اما تقول له بقى ايه، تعالى معايا عند اهلي، تعالى معايا عند اهلي، تجبره انه يروح عند اهلها بالعافيه. اوكي؟ وهي قعدتهم اساسا فقر ومش عاجباه. ماشي؟ يعني هو لو القعده فيها قعده حلوه وبتاع، الايه، يحب قعدتهم، لكن ما بيحبش قعدتهم عشان بيتكلموا في الايه، في الهبل. يعني مصدر نجاح الانسان هو لسانه، فلسانك حصانك ان صنت القعده اللي فيها نميمه، والقعده اللي فيها اكل وكلام فاضي وملوش معنى، الايه، الراجل ما بيحبش القعده دي. اوكي؟ فما يروح وتلاقوه ايه، قاعد يعني متضرر، اعرف ان الحاجات دي بتعمل ترسبات عنده. اوكي؟ دلوقتي بقى ايه المرأة بتعمل ايه لما بتلاقي الراجل هاملها؟ تقول لك ايه، كان في راجل بيحبني وشفته وبتاع، بتقعد تحكي في حاجات في الماضي، او في واحد ايه، اعجب بيا في الشغل وعايز يتجوزني، او ايه، تقعد تكبر ممكن الحاجات دي بتحصل، وممكن ايه، قصدها تغيظه. اوكي؟ يعني انا ذات قيمه. ماشي؟ هو ما بيحبش بقى الحكايه دي، ما بيحبهاش دي بقى. بتحسسه الراجل يبحث عن القيمه، فما تقعد تتكلم الكلام الاهبل والعبيط ده، ايه، بتحسسه ان ايه، انها ست مرغوبه وانت ولا حاجه. اوكي؟ فبيكرهها. ماشي؟ نمره 4، المقارنات ايه، يعني انا ابقى قاعده اتفرج على التلفزيون، عماله امدح في الممثل عشان لابس كويس ومهتم بنفسه، اجي اقارنه بجوز اختي اللي بايه، بيعمل لها كل حاجه وانا لا. المقارنات، مقارنه رجل برجل. اوكي؟ ما بيحبش بقى المقارنات، ما تقارنش، علشان ده تقليل من شأني. اوكي؟ بعد كده اللي بتقعد بقى ايه، عداله على ايه، قاعده ماشيه وراه زي البيبي. يعني ايه؟ عملت ليه وسويت ايه، واشتريت ايه وما عملتش ايه، اللي قاعده على كل حركه بيعملها او كل تصرف بيتصرفه، قاعده ايه، تقرد له تسفيه. الرجل يبحث عن القيمه. اوكي؟ فما بتعمل الحاجات دي بتقلل من قيمته انه ما بيعرفش ايه، كل تصرفاته غلط في غلط، وكل افعاله غلط، مفيش حاجه عاجباها، عدم الرضا. اوكي؟ ده بقى يكرهها. اوكي؟ اللي بتقعد بقى تحكي إيه مثلا ايه، عاملاه البانه، يعني تقعد تحكي ايه على ضعفاته للناس، يعني بتحكي اسرار البيت للناس وبتحكي ضعفاته، يبقى ايه، ماشي طالع كده العماره كل الناس عارفه عنه كل حاجه عارفاه، لان ايه، احنا كبشر ايه، بيبان علينا لما نيجي نتكلم. يعني لو جيران بيبان عليهم لما يجوا يتكلموا انهم عارفين اسراره بالنظر، سواء البادي لانجوج او ايه، يقعوا بلسانهم في الكلام. السرساره ما بيحبش السرساره اللي بتحكي اسرار بيتها لبره، وايه، بتقلل من شأنه، الحاجه اللي تخصه هو. اوكي؟ ماشي؟ إيه، طبعا اكتر حاجه بقى تخليه تهدمه، اللي هو بقى تسفيف العلاقه الجنسيه. يا لهوي، لو جت بقى وقالت له ان انا مش مبسوطه معاك، وانت مش كفاءه، وانت ايه, إيه
عدم الانبساط وعدم الكفاءة والنظرات بالوش ان انا ولا حاجة، ده انا ولا حاجة ايه في القيمة ولا حاجة جنسيا. اوكي، ده انت، انا اشوفك، ده انا اشوفك عفريت ومش عايزك اساسا، مش عايزك اساسا. اوكي، كل مرة هتقولي لي ان انا مش كفاءة. طب هي بتقول مش كفاءة ليه؟ بص انا هقول لك على حاجة ايجابية وحاجة سلبية. اوكي، الخبرات السيئة بتخلينا ناضجين، والنضج بيخلينا ناجحين. اوكي، فانا اسمع اذا كان الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. ماشي، لو انا مأدي العلاقه صح يبقى ايه؟ يبقى كذابه. لو انا في حاجه خلل اصلح. اوكي، ماشي. وفي نفس الوقت لازم نعرف احتياجات المراه ومراكز المتعه اللي فيها. خلاص، واذا انت بيرفكت وكل حاجه وبصفه بيك علشان ما تبصش لواحده تانية، وعلشان عايزه منك فلوس، وهنكتفي بهذا القدر ونكمل السلسله مره تانية، ونشوفكم بخير ان شاء الله.